وبركاته. مساء الورد والنور عليكم. لو اول مره تشوفيني معاكم مطبخ رشا غمري، خشي اشتركي في القناه ودوسي لايك وشير عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. هنعمل معانا النهارده كيكه سهله جدا بتاخد حوالي دقيقتين وبتستوي في 5 دقايق. هنعمل معانا كيكه الاوريو سهله وبسيطه جدا. لو هتعمليها في الميكروويف هتقعد 5 دقايق، ولو هتعمليها في فرن البوتاجاز بتقعد معاكي حوالي 10 دقايق. تعالوا بينا نشوف المقادير بسرعه عشان تعملوها. بصوا بقى معايا الكميه اللي احنا هنعملها هتاخد معايا 3 طواجن من دولت. بصوا، لا اما ال3 طواجن دولت لا اما الطاجن ده، يعني لا اما ال3 دولت لا اما دوت. الكميه الواحده اللي انا هعملها دلوقتي ماشي. انا معايا هنا اهوت معلقتين اكل دقيق، معلقتين اكل، ومعاهم رشه صغيره قوي من البيكنج باودر، وعليهم معلقه كبيره من الكاكاو. ماشي، انا هحطهم كده على بعض. طبعا هركنهم. ومعايا هنا 3 بواكي بسكويت، انا مش هاخدهم كلهم، انا هفتحهم كده بالشكل ده كده. بصوا هي كيكه لذيذه جدا، كل الاطفال والكبار بيحبوها، يعني تحفه. انت بس جربيها لاولادك وان شاء الله يعجبك. ماشي، وهاخد بس معايا من الباكو التالت 3، وهسيب 3 وهقول لكم ليه. انا هحط عليهم نص كوبايه حليب. انا معايا هنا كوبايه حليب بس هاخد نصها بس. طبعا انا مستنيه بس ايه ان هما بس يدوبوا في اللبن، البسكوت يدوب في اللبن. ماشي، انا بسيبه يدوب كده. ماشي، بصوا طبعا يعني تستني دقيقه ثانيه، مش دقيقه كمان. بصوا بتفك معاكي بالشكل ده كده. ماشي، بروح بقى ايه اضيف انا معلقتين الدقيق ومعلقه الكاكاو ورشه صغيره من البيكنج باودر. طلع معاكي احلى طاجن كيك الاوريو. تحفه تحفه بمعنى الكلمه. والكميه دي بتاخد 3 طواجن زي ما قلت لكم. ماشي، لا اما الطاجن الكبير اللي انتوا شفتوه اللي هو دوت، يعني لا تاخد ده لا اما تاخد ال3 طواجن دول. انا هنا كده هزود شويه لبن صغيرين بتاع معلقه. دي بقى بتخش الميكرويف، لو عندك ميكرويف بتخش لمده 5 دقايق فقط لا غير. لو ما عندكيش ميكرويف بتخش الفرن لمده 10 دقايق، الفرن العادي بتاعت البوتاجاز العادي. ماشي كده الكيك جاهز معايا اهو. ماشي، وهنزلهم بقى في ال3 طواجن بالشكل ده كده. ماشي، وهما بصوا صبيت ال3 طواجن معايا اهو. هدخلهم الميكرويف لمده 5 دقايق واوريهم لكم. كيك الاوريو طلع معايا اهو. طبعا انا كنت عامله صوص اهو. الصوص دوت عباره عن انا جبت قطعتين شوكولاته وحطيت عليهم معلقتين لبن وعلى حمام ميه بس. حاجه سهله جدا وبسيطه. بصوا بقى انا حطيت على دوم صوص. بصوا شكله تحفه. التلات ماشي. بصوا المقدار خد ال3 طواجن دولت. ال3 طواجن دولت بقى انا عملته في طاجن كبير. طبعا صوص الشوكولاته اهو. بصوا شكله تحفه، شكله وطعمه فظيعه. بحطه كده بقى. بس مفيش اجمل ولا احلى من كده، يعني ده بقى هرمون السعاده بالظبط. حاجه كده تحفه. ماشي، بعملها كده يعني. بصوا حاجه في منتهى الجمال. وبسكوتين كده حلوين يتحطوا كده شمال ويمين. بصوا مفيش اجمل من كده. سهله ومخدتش وقت وبسيطه جدا. يعني انت مثلا ما شاء الله لو عندك 3 اولاد بال3 بواكي هتعملوا لهم 3 طواجن زي دول. ممكن حابه ان انت تعملي واحد كبير كده مش مشكله، حابه تعمليهم صغيرين انت وراحتك. يا رب تجربيه وان شاء الله يعجبك ويعجب اولادك. وانتظروني في فيديو جديد واسيبكم في حفظ الله.